ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة وفيديو جديد. ماتش طبعا ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد، يعني يظل الوضع كما هو عليه بعد التعادل الايجابي 1-1 في ماتش. يعني بصراحة اتقسم على شوطين. الشوط الاولاني اتلتيكو مدريد هو اللي كان الافضل وعمل اداء كويس جدا، ولكن في الشوط التاني ريال مدريد رجع وعمل اداء برضو كويس وقدر ان هو يرجع في النتيجة. فماتش فيه كلام كتير، ويعني انشيلوتي بصراحة تعبنا جامد قوي. مش عارفين هل الراجل ده بيقدم حاجة ولا ما بيقدمش، ما بقيناش عارفين حاجة. وهنتكلم عن الموضوع ده بشكل اوضح في الحلقة. بس قبل ما نخش على الحلقة بقى، ما تنساش تدعمنا بالشير واللايك والسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نخش على الحلقة على طول. طبعا يا جماعة الماتش يعني بصراحة كان باين جدا مين الفرقة المنظمة، خاصة الشوط الأولاني. طبعا مين الفرقة المنظمة واللي نازلة يعني حاطة خطة وحاطة تكتيك، ومين الفرقة اللي نازلة على الله إن شاء الله وهنعمل بمجهود الرجالة. يعني طبعا ده كان واضح من أول دقيقة أو من أول ثانية في الماتش، لأن طبعا أتلتيكو مدريد نازل بالخطة 4-4-2 وبتتحول يعني هجوميا ودفاعيا على حسب انت حالتك ايه. لو بتلعب في الحالة الدفاعية فانت بتبقى يعني 11 ورا 11 على خط ال 18 بتاع اتلتيكو مدريد، وده المعتاد ودي الخطة المعتادة بتاعت اتلتيكو مدريد. ولكن المميز واللي كان حلو قوي هو في الحالة الهجومية، لان كنا بنشوف في الحالة الهجومية بصراحة سواء سيميوني او لينو، وخاصة لينو اللي عمل شوط اول بالذات خرافي بصراحة، تسبب في ضربة الجزاء كمان اللي جات لأتلتيكو مدريد. الراجل ده عمل ماتش بصراحة محترم جدا جدا جدا، ويمكن كان اخطر لاعب في الشوط الاولاني. يمكن كمان في كورة كده في اول الماتش يعتبر هو اول واحد يعني قرر ان هو يمرقص ويروح على الجون ويشوت، ولكن الكرة كانت بعيدة. ولكن الراجل كان اول من حاول في الماتش ان هو يعمل هجمة ويعمل هجمة منظمة بشكل كويس. جريزمان بصراحة عجبني قوي قوي قوي، بيقدم اداء مميز اصلا الفترة الاخيرة. بنشوفه طبعا بينزل دايما تحت الفاريز وبيمسك الكرة في نص الملعب، بيحرك الفرقة كلها، بيقدر ان هو يعمل ادوار دفاعية وادوار هجومية. بصراحة لاعب مميز جدا جريزمان، وزي ما قلنا قبل كده 100 مرة، جريزمان لما بيكون في الفورمة وفي الحالة بتاعته بيقدم كورة محترمة جدا جدا جدا. فاتلتيكو مدريد بصراحة كان منظم جدا. الفرقة في الحالة الدفاعية زي ما قلنا بتعمل ادوار دفاعية على اعلى مستوى، وبيعملوا المرتدة. طبعا هم سايبين الاستحواذ لريال مدريد ولاعيبة ريال مدريد ومش محتاجينه في حاجة، هم بيلعبوا على المرتدة. ويمكن لو كانوا منظمين اكتر شوية في الشوط الاولاني كانوا قدروا ان هم يخرجوا مش بس بالنتيجة طبعا 1-0، لا كان قدروا ان هم يخرجوا ب2 وب3-0 كمان. وطبعا ضربة الجزاء صحيحة 100%. طبعا تهور كبير من تشاوميني اللي داس على رجل الراجل في كرة واضحة جدا، والفاريز دخل حطها بمعلمة بصراحة، حطها جميلة جدا بانينكا كده في كورتوا عشان ايه ينهي الشوط الاولاني بتقدم اتلتيكو مدريد بهدف. ولكن الناحية التانية بقى هتلاقي طبعا ريال مدريد في ظل طبعا الغيابات الكتيرة اللي موجودة على المستوى الدفاعي، فبنشوف تشاوميني واسينسيو وجارسيا وفاسكيز وفالفيردي طبعا وسيبايوس وبيلينجهام ورودريجو ومبابي وفينيسيوس. فعلى المستوى الدفاعي بصراحة طبعا تشاوميني يعني كالعادة هو ما بيقدمش الادوار الدفاعية الكبيرة قوي يعني، ولكن اللي بصراحة لازم ياخد فرصة اكبر وياخد وقت اكتر وهو اسينسيو. بسم الله ما شاء الله عليه الواد، يعني عنده 21 سنة تحس ان هو عنده 30 سنة ولا 32 سنة. الواد عامل اداء دفاعي مميز جدا، انقذ ريال مدريد في اكتر من كورة. زي ما قلنا اتلتيكو مدريد لو كان منظم اكتر كان قدر ان هو يجيب جون واثنين وثلاثة، ولكن اسينسيو كان يعني حائط صد بصراحة. الراجل ده عمل شوط اول خرافي بصراحة، عمل اداء مميز جدا. طبعا يعني كنا بنشوف بصراحة برضو كان يعني مش عارف بقى هل دي خطة ولا دي تحركات لعيبة ولا ايه. طبعا في الحالة الهجومية كنا بنشوف ثلاثة، كنا بنشوف فالفيردي بيرجع مع اسينسيو وتشاوميني، وفاسكيز بيتقدم هو وجارسيا، وفاسكيز كده كان بيخش في نص الملعب، وبيلينجهام هو اللي بيتقدم اكتر وبيبقى زي مهاجم تاني مع مبابي، وفينيسيوس يمين ورودريجو شمال. وشوية كنا نشوف تبادل في المراكز يمين وشمال ما بين اللعيبة. فالواحد مش عارف هل دي خطة، هو ده اللي متفق عليه. فلو هو ده الخطة واللي متفق عليه من انشيلوتي فبيتعامل بشكل سيء جدا 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 بصراحة، سواء التنقلات من يمين للشمال ومن الشمال ليمين، ومين يطلع قدام ومين يرجع يستلم من نص الملعب.
كل ده كان بيتعمل بشكل عشوائي جدا، بشكل غير مخطط ليه. فلو زي ما بقول لك، لو دي هي خطة انشيلوتي فسيئة جدا، ولو هي دي خطة اللعيبة او اللعيبة بيعملوا كده من نفسهم فكانوا بيعملوها بدون تمركز، بدون شكل كويس، بدون اي حاجة. فعشان كده اتلتيكو مدريد قدر ان هو الشوط الاول ينهيه ويطلع متقدم بهدف بشكل رائع. لو جينا بقى للشوط الثاني، ريال مدريد طبعا نزل بانتفاضة قوية جدا بصراحة، ضغط بشكل غير عادي على لعيبة اتلتيكو مدريد بشكل منظم جدا، ويعني بصراحة كل اللعيبة كانت بتضغط بشكل رائع. ولكن طبعا اللاعب الأميز واللاعب اللي دايما مش واخد حقه واللاعب اللي دايما هو اللي بيبقى يعني نقطة التحول في أي ماتش بالنسبة لريال مدريد، وهو رودريجو، اللي قدر من كورتين ورا بعض كده، الأولانية برضو دخل ومرقص وبتاعه وما نجحتش، التانية دخل ومرقص ولعب العرضية بلينجهام دخل حطها بشكل كده عشوائي، خبطت في رجل المدافع وردت لكيليان امبابي اللي بقى نازل طبعا محتفل في اول الماتش بنجم الاسبوع وبتاع. الراجل قدر كمان ان هو يحط جون ويعدل النتيجة عشان النتيجة تبقى 1-1، ويبقى كده الريال رجع تاني هو المتصدر للدوري الاسباني والفرق نقطة، ورجعت الامور كما كانت عليها قبل طبعا الماتش، فكل حاجة رجعت زي ما كانت. وهنا ابتدى تاني برضو الريتم طبعا يقل بالنسبة لريال مدريد، وكمان الريتم يقل بالنسبه لاتلتيكو مدريد، وبقى باين قوي ان اللعيبه تعبت، خاصه سيميوني ولينو اللي اتكلمنا عنه. قلنا الشوط الاولاني عمل ماتش كويس جدا، ولكن الشوط الثاني ابتدى الاداء بتاعه يقل جدا، نفس الكلام سيميوني ابتدى يقل، وعشان كده في الدقيقه 64 خرجهم كلهم وسحبهم سيميوني، ونزل طبعا مولينا بقى ورينالدو وكوكي عشان يعني يدي حيوية مرة تانية للعيبة خط النص بتاعت اتلتيكو مدريد عشان يقدروا ان هم يوقفوا الهجوم الكاسح بتاع ريال مدريد. الناحية التانية بقى كنا متوقعين نزول بقى ابراهيم دياز من بدري قوي، ولكن كالعادة انشيلوتي اتأخر جدا، منزل ابراهيم دياز في الدقيقة 88 ومنزله مكان رودريجو. طب فينيسيوس جونيور يا عم هو مش عيب يطلع، هو ما عملش اي حاجة في الماتش، هو حنكش في كورتين كده، واحدة اللي هي عملها بالعرض وبلينجهام حطها بدماغه في العارضة، والتانية مرقص كده وشاط واحدة وخلاص على كده، ما شفناهوش تاني الراجل ده يا جماعة طول الماتش. ولما الكرة بتبقى معاه اناني قوي، اناني قوي وفردي قوي، وعايز يلعب لوحده ومش عايز يبازي لحد وبتاع، فانت بخليه في الملعب يكمل ليه؟ انا يعني مش عشان فينيسيوس جونيور يبقى خلاص لازم يكمل ويتعب لعيبه ريال مدريد ويتعب الشكل بتاع ريال مدريد ويتعبنا احنا كمان معاه، لانه بصراحه بيقدم اداء سيء جدا 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 فينيسيوس جونيور الفتره الاخيره. فده اللي انا شايفه وده رايي. طبعا الاهم هو رايك انت، يا ريت تقوله لي تحت في الكومنتات ايه رايك في اداء فينيسيوس جونيور في الفتره الاخيره. طبعا اللي تألق فعلا بقى ويعني عمل ماتش كبير قوي 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 وهو اوبلاك اللي يعني طلع اكتر من كوره وتصدى لاكتر من كوره، والراجل كل مره يعني بيورينا قد ايه هو من العناصر المهمه جدا في اتلتيكو مدريد. الراجل وصل ل 32 سنه دلوقتي ولسه بيقدم اداء مميز جدا، انقذ بقول لك اتلتيكو مدريد في اكتر من كوره، وكان عامل اداء مميز جدا طوال الماتش. طبعا برضو سحب جوليان الفاريز ونزل سورلوس اللي اخد انذار في كوره ملهاش لازمه كده، وطبعا نزل كوريا اللي هو يعني بيتفائل بيه، وكان الراجل في الدقيقه 91 برضو كان هيخطف جون وكان هيقسو على ريال مدريد، ولكن الدنيا كورتوا يعني قدر ان هو يوقفها ويصدها. فيعني ايه ماتش بصراحة كان كويس بالنسبة للفريقين، ولكن يعني كنت اتمنى ان اتلتيكو مدريد يكسب بصراحة، لانه عمل ماتش كويس قوي خاصة الشوط الاولاني، وعشان ريال مدريد يبتدي ان هو يعني ايه يدينا اكتر نشوف منه اكتر. انما كده يعني انشيلوتي كأنه نجح وهو للاسف ما نجحش، وللاسف احنا مش عارفين اللي بيحصل في الملعب ده هو تفكير من المدرب ولا اداء من اللعيبة ولا ايه اللي بيحصل. للاسف يؤسفني اقول ان انا مش قادر اوصل لمين هو المحرك للفريق. هل هما اللعيبة بيعملوا كده من نفسهم لانه كلها حاجات فردية جدا، ولا ده مدرب طلب منهم كده؟ فالواحد ما بقاش عارف بصراحة. ريال مدريد بيقدم اداء مش حلو ومش كويس قوي الفترة الاخيرة، وربنا يستر قدام. طبعا مانشستر سيتي اللي برضه هو اصلا في حالة سيئة جدا، فانا خايف من الماتش ده. المفروض ان هو ماتش يبقى كويس جدا وماتش قوي جدا وماتش ممتع، انا خايف ان نشوف ماتش مش حلو وماتش ما يمتعناش. فده اللي هنشوفه بقى ان شاء الله. خلاص يعني يوم التلات مش بعيد، فهنشوف ايه اللي هيحصل ما بين الفرقتين. ده كده كان رأيي في الماتش، والاهم هو رأيك، يا ريت تقول لنا تحت في الكومنتات، وما تنساش تدعمنا بالشير واللايك والسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس يوصلك كل جديد. وبشكركم جدا وسلام.